مساء الخير يا جماعة. معانا النهاردة فيلم من سلسلة أفلام كريسماس. هي سلسلة جديدة عملناها فيها توصيات لأفلام تنفع تشوفوها في أيام الكريسماس. ويلا نبدأ مع فيلمنا أناستيجا، واحد من أفلام الأنيميشن اللي بتسيب أثر حتى بعد ما تخلص. القصة بتحكي عن أناستيجا، بنت صغيرة بتفترق عن عائلتها وبتفقد ذاكرتها بعد سقوط العائلة الملكية الروسية، وبتكبر وهي مش عارفة حقيقتها ولا أصلها. السنين بتعدي وأنستيجا تكبر وهي حاسة إن في حاجة ناقصة، إحساس غريب إنها مش في مكانها الحقيقي. ومن هنا تبدأ الرحلة، رحلة بحث عن الهوية، عن الماضي وعن العيلة اللي اتفرقت. بتسافر من روسيا لباريس، تقابل ناس شكلهم بيساعدوها لكن وراهم دوافع تانية. وبين المغامرات والخطر والموسيقى تبدأ الذكريات ترجع واحدة واحدة. الفيلم مليان مشاعر دافية، أمل، حنين، حب، وإصرار إنك تلاقي نفسك حتى لو الدنيا حاولت تمحيك. والحلو هنا إن القصة مش بس عن أميرة، لكنها عن بنت عادية بتدور على مكان تنتمي ليه. أنستيجا فيلم دافي، فيه موسيقى ساحرة، أجواء شتوية، تلج وسفر، وإحساس بالأمل اللي بيرجع في الآخر. وده كله يخليه مثالي لليالي الكريسماس الهادية، ويتشاف مش مرة وخلاص. هو من نوعية الأفلام اللي تحب تكررها بعد مدة. لو عندك فيلم تحس إنه من النوع ده، اكتب لنا في التعليقات. فيلم ينفع يتشاف مع العيلة، يضحكك شوية ويأثر فيك شوية. تقييمي 8.5/10، واحد من أجمل أفلام الأنيميشن الكلاسيك اللي اتعمل 1997، مناسب لكل الأعمار. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تشوف السلسلة كامل في قائمة التشغيل، وكمان ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف كل جديد. سلام.